نعمل العيد. والوصفه دي طبعا الكل بيحبها. هنعمل البيتي فور دايب جدا، احلى كمان من بتاع المحلات بكتير. هنعرف مع بعض الفرق بين عجينه بيتي فور الام والمكنه، وازاي نعملهم الاثنين بنفس العجينه، بعجينه واحده يعني. اسمعي معايا الفيديو للاخر. الفيديو ده ان شاء الله كله معلومات معلومات مفيده جدا. شايفين اصلا شكله عامل ازاي معانا؟ حاجه كده كانك شاريه من المحل. تمام. بس قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، دي قناتي اسمها سهى، لايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه المقادير بتاعتنا، انا هعمل مقدار نص كيلو دقيق، وانت بقى تزودي زي ما انت عايزه. معانا نص كيلو دقيق، و400 جرام زبده بدرجه حراره المطبخ، لازم تكون بدرجه حراره المطبخ. ومعانا بيضه وصفار بيضه، وكيس فانيليا، و100 جرام سكر بودر بس تكوني نخله كويس، ومعلقتين كاكاو غامق عشان ايه البيتي فور اللي هنعمله بالشوكولاته. دي المكونات. تمام. هنجيب بقى العجان بتاعنا او البوله ومضرب البيض. هنحط الزبده بتاعتنا تكون زي ما قلت لك بدرجه حراره المطبخ عشان ما تخرصش معاكي. هنحطها الاول الكميه بتاعتنا كلها اهي في العجان، وبعدين نجيب السكر البودره، وزي ما قلت لك السكر البودره يكون منخول، وبالاخص لو انت بتعمليه عندك في البيت بتطحنيه في البيت لازم تنخليه، لان بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه شويه كده مخرز، فهيقرش معاكي في البيتي فور. فعشان ما يعملش قرشه في البيتي فور من ايه، ننخله. يبقى هنجيب الزبده بتاعتنا اللي هم ال 400 جرام زبده، وهنحط عليهم ال 100 جرام سكر، ونبدا بقى ايه، نضربهم بالعجان او بالمضرب بتاع البيض عادي. ده الشكل بتاعه هو بيتضرب. بعد كده بقى عامل زي الكريمه. اول ما نلاقيه بيبقى عامل زي الكريمه نبدا نحط عليه البيض، زي ما قلت لك بضايه وصفار بيضه. هنحط واحده واحده، مش هنحطهم على بعض. اما الاولانيه بتختفي، اما مثلا البيضه بتختفي بنحط صفار البيض، ونحط عليهم كيس الفانيليا. ايه الحكمه من انك تحطي بيضه وصفار بيضه؟ الصفار البيضه ده بيبقى متحكم في نعومه البيتي فور. يعني لو انت عايزاه ناعم خالص ما تعرفيش تمسكيه كده، تحطي 2 صفار بيضه. لكن لو انت عايزاه مظبوط، يعني مظبوط بيبقى ناعم برضو ودايب وجميل، بتحطي واحده بيضايه كامله وصفار بيضه. بعد بقى ما اختفى البيض البيض من العجينه وبقى شكلها زي ما انتم شفتوها كده معانا، هنحط بقى كميه الدقيق كلها اللي هو الايه، النص كيلو دقيق. انا بتستخدمي دقيق جميع، انا استخدمت المره دي جميع الاستخدامات. بتستخدمي سنبله الفرات، الكوثر، الضحى، حتى لو سايب كمان، بس تكوني السايب تكوني ضامناه جدا، لان طبعا انتوا عارفين الحاجه بقت غاليه دلوقتي، فما فيش مجال انك انت ايه، ان حاجه تبوظ يعني. ما بنشتغلش على الدقيق كتير. اول ما الدقيق بيختفي خلاص كده العجينه بتاعتنا تبقى جهزت، ما بنسيبهاش عشان ما تشدش مننا وتعضم. طبعا اللي انا وريته لكم الاول ده التيب اللي انا بستخدمه. تمام كده. وده الرقم بتاعه هو F6. لو انت عايزه تستخدمي اكبر بتستخدمي 7. بتحطي العجينه في القمع بتاعنا، في القرطاس بتاعنا كده، وتبداي تشتغلي عليه. في الاول هتحسي الموضوع صعب، لكن بعد كده خلاص بتلاقيه عادي جدا. انت بتحطي العجينه كلها وبتاخدي جزء بايدك وتضغطي من تحت، يخلص الجزء تروحي تنزلي بقيه العجينه وتضغطي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بنخلص العجينه البيضه بنحط بقى ايه، الكاكاو بتاعنا، ونقلب كويس ونبدا نعمل في العجينه البني. الفرق بين عجينه القمع وعجينه الماكينه انك عجينه القمع ما بتسيبوهوش يريح، عجينه الماكينه بتعملي نفس المقادير بالظبط لكن بتسيبيه يريح حوالي 10 دقائق. لكن القمع اول ما بتخلصي لازم تشتغلي على طول، لازم، لان العجينه لو شدت منك هتتعبك جدا ومش هتنزل من القمع. ده بس ايه يعتبر هو الفرق. نبدا بقى ايه نحطه. ما بندهنش الصواني بتاعتنا في جميع انواع النواعم اي حاجه، لان هي بيبقى فيها الماده الدهنيه بتاعتها، ما بندهنهاش اي حاجه. وان شاء الله ثقي انها مش هتلزق معاكي. انا حطيت واحده بيضه في نص البني عشان التسويه، عشان لما تدخل الفرن اعرف ان هي استوت. احنا بنشغل الفرن بتاعنا على درجه حراره 200 وبنسيبها حوالي 10 دقائق. ده طلعت اهي معانا. شايفين الجمال؟ شايفين عامله ازاي؟ كانها ما دخلتش الفرن. دي البيضه والبني، واللي هي ابيض في بني دي اللي بحط بعد ما بخلص الابيض وبحط البني، بيبقى فيه بقى بواقي من الابيض بتطلع الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا بقى نزينها. هنجيب شوكولاته اللي هي سما مثلا، لو عندك سما او اي نوع، بتسيحيه على حمام مائي، بتحط لها معلقه زيت وتسيحيها على حمام مائي، او تحطيها لو عندك ميكرويف تحطيها في الميكرويف، وتبداي بقى ايه تزيني بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا كان عندي شويه فستق صغننين جدا
مجروش عملت بيهم. وكملت بقى بسوداني وشوكولاته فرماسيه. سوداني مثلا ان شوكولاته فرماسيه، ممكن جوز هند، لو بقى زي ما قلت لك فستق او بندق مجروش، اي حاجه بتزيني بيها، كله بيدي طعم جميل جدا. نبدا بقى نزين الابيض ونزين البني نلزقهم في بعض. هو طبعا في بيتلزق بالمربى او بالشوكولاته، انا بزينه بالشوكولاته لان ايه ولادي هنا في البيت مش بيحبوا المربى، مش بيحبوا الملزق بالمربى يعني، فايه بلزقه بالشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. الموضوع سهل جدا. هنقول بقى مع بعض كده شويه تريكات اللي قلناهم في اللي يخص البيتي فور. ازاي تطلعي البيتي فور بتاعك ناجح 100% او 1,000,000% واحسن من بتاع المحلات. زي ما قلت لك ما بنستخدمش اي مواد رافعه خالص. المواد الرافعه اللي هو البيكنج باودر، ما تحطيش بيكنج باودر، ما تحطيش بيكنج صودا، اي نوع من الحاجات دي ما بنستخدموش خالص. صفار البيضه زي ما قلت لك هو بيبقى متحكم في ذوبان البيتي فور. البيتي فور المظبوط 100% النص كيلو بيتحط له صفار بيضه وبيضه كامله. طبعا السكر لازم بننخله عشان نتاكد من النوعيه بتاعته. الدقيق زي ما قلت لك دقيق جميع الاستخدامات، استخراجه يكون 72%. بعد بقى ما بنخلص العجينه بتاعتنا، صحيح نسيت اقولك، بتحطي الصواني بتاعتك قبل ما بتحطيها في الفرن حوالي 10 دقايق في التلاجة. دي بتفرق جدا جدا في التسويه، بتخلي العجينه كده تشد وتبقى جميله. انا عملت هنا واحده بالشوكولاته الفرماسيه الملونه، بس حسيتها ما عجبتنيش فشلتها وغيرتها يعني، خليتها برضو بالسوداني. طبعا انا هسيب لك المقادير كلها زي ما اتعودنا في صندوق الوصف. يا ريت المعلومات اللي انتوا سمعتوها من الفيديو تكون افادتكم، وان شاء الله لو مشيتي على كل المعلومات وعلى المقادير اللي انا قلتها بالظبط هتطلعي اجمل بيتي فور، فعلا اجمل من بتاع المحلات بجد، ثقي في كلامي. شايفين الشكل اصلا، شايفين المنظر بتاعه جميل ازاي. طبعا انا بقى من الحاجات اللي بحب اعملها، انا بجيب علبه الجرار دي ذهبي كده وشكلها جميل، بتدي كده انت هترصي النواعم بتاعتك في علب، فانا بجيب العلب الذهبي دي. انا يعني حوالي علبه واحده مثلا او حاجه، بتدي شكل جميل جدا للشغل بتاعك. وطبعا لو انت شغاله في الحاجات دي، ان انت مثلا عندك شغل اونلاين او حاجه وبتشتغلي في النواعم او الكحك والبسكوت، فطبعا العلب دي هتفرق معاكي جامد جدا في الشكل، عشان يبقى بيتي فور كامل يعني من كله. يا رب المعلومات اللي انا قلتها في الفيديو تكون افادتكم، والفيديو يكون عجبكم. والناس الحلوه بقى اللي باقيه معايا لاخر الفيديو، ما تنسيش بقى لايك للفيديو كده، وان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجربوها، ويا ريت كمان تقولوا لي رايكم فيها. شايفين الجمال؟ واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات العيد او من وصفات نواعم العيد. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله.